وياك الشيباني يكبر وظهره يبدا يتقوس، وملي يبدا ياكل يبدا شويه الريوق يطيحوا ليه، وتقول حق ولادي غيبداو يعيفوه. نبدا نعيط لخوتي وراه مالي والدني بوحدي، راه والدكم حتى نتوما كل واحد يجي يديه شي شويه، انا راه بزاف عليا هنا. وياك اما يبلغن عندك، هذيك عندك لها ما لها من المدلولات في هذه الايه المباركه. الا كبر باك يكون عندك، انتم 4 الخوت خصكم تخاطفوا عند من يبقى با، ماشي نبداو نتلاوحوا، راه ماشي غماله هذه، راه باك هذاك. بغيتي تعرف القدر ديال باك، سول اللي دابا مره كيمشيو يترحموا على والديهم في المقابر، وقول لي شحال تخلص باش يطلع الوالد ديالك ويدوز يدو على راسك ويقول لك الله يرضي عليك اولدي ويعاود يتخشى لتحت. قول لي شحال تخلص هذه. ملي تشوفوا شحال غيقول لك في الثمن، عرف شحال ديال الثمن محطوط عندك انت في الدار، شحال ديال الكنز عندك في الدار وانت ما سايق ليه الخبار، كتعيط لخوك وكتقول ليه وراه عييت الى اخره، وراه كذا وراه كذا. عييتي شكي على مولاك، شكي على مولاك، والله عز وجل يجعل لك فرجا ومخرجا مما انت فيه. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. لما جاء باف بعد الكبر؟ لان عند كبر السن، الله يختم لنا ولكم بالصالحات، ولهلا يجعلنا نتقلوا على شي واحد لا في الدنيا ولا في الاخره. لان في الكبر تيكثر النقير ديال الشيباني، نتكلموا كلام يعني واقعي، تيكثر فيهم النقير، تيكثر فيهم اللغط، تيكثر فيهم المتابعات. الوالدين تتكثر فيهم المتابعات، تتكثر فيهم المراقبه، وتيكثر فيهم كثره اللوم، وكيكثر فيهم العتاب. راه الله عز وجل قال لك الله الذي خلقكم من ضعف وجعل من بعد ضعف قوه وجعل من بعد قوه ضعفا وشيبه ومن نعمره ننكسه في الخلق. كاين عندنا هذه المساله هذه، الانسان ملي كيبدا يتنكس في الخلق راه كيبدا يتنكس حتى في الخلق. يلاه هضرنا على العلاقه ما بين الخلق والخلق، فحتى الاخلاق ديالهم كتولي قاصحه شي شويه. فكان ذلك مدعاة للتضجر والتأفف والملل، وانه الانسان تيبدا يتقلق ويغضب. فقال لك الله عز وجل في هذيك الحاله اللي كيوصلوا فيها للاستفزاز انت ما تستفزش لهم، حيت والديك هذوك. فلا تقل لهما ولا تعبر لهما بأدنى درجات التأفف والتضجر. هي ديك الكلمة المكونة من حرفين أف. وقال أهل التفسير لو كانت هناك عند الناس كلمة يدركون بها التضجر والتأفف وهي أدنى من أف لتكلم بها الحق سبحانه وتعالى. قال لكم ما طلعش عاوتاني القراد الآخر ولا تنهرهما. اشنو دير؟ هذا الشيء دابا حبستي العقوق، دابا غيبدا يخدم البر. وقل لهما قولا كريما. مع المؤمنين الله عز وجل وصى النبي عليه الصلاة والسلام قال لي واخفض جناحك للمؤمنين، وفي الأخرى قال لي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اللي جاء عند الوالدين في هذه الآية قال لي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وما تحبسش هنا، ادعي لهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحيث الله عز وجل يعلم أن هذه وضعية ما سهلاش، قال لك ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وعارف باش دخل معاك الناس الاخرين وآتي ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل، وهو غادي كيتكلم لك على الامور يعني تعدد مجموعه من فروع الاخلاق. لا محل الشاهد عندي هو ان من امهات الاخلاق مساله بر الوالدين. راه هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوه في هذه الايام هذه راه ما لا يبشر بخير. ملي تسمع في واحد المدينه انه فيها ولاو فيها 3 ولا 4 ديال دور العجزه، صحيح كتقول اللهم يكونوا في دور العجزه ولا يكونوا مليوحين في الزناقي، هذا الشيء ما لقيناش فين. ولكن تواجد دار العجزه في بلاد المسلمين هذا مصيبه في حد ذاته. انا ما كنتكلمش على العجزه الذين ليس لهم يعني فروع ولا اصول والو، ما عندهم حتى واحد اللي هم من بعد الله عز وجل لهم هذيك المؤسسه. هذا ما تنهضرش عليه، انا تنهضر على الناس اللي عندهم ولادهم تبارك الله، اللي استاذ واللي محامي واللي قاضي واللي طبيب واللي كذا، كل واحد شاده في مدينه ولا كل واحد شاده في بلاد وعايش مع مرته ووليداته وعايشه مع راجلها ووليداتها. فينا هو باكم؟ راه في دار العجزه ديال تيط من الليل، ولا راه في دار العجزه ديال النسيم، ولا دار العجزه اللي هنا ولا اللي لهي ولا اللي هي. ما كاينش شي عقوق اكثر من هذه العقوق. واش كنتسناو الشتا زعما تصب علينا بالخيرات؟